السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين بصحة وسلامة. رجعنا لكم في مقطع جديد. اليوم بإذن الله ما راح أتكلم عن دولة عادية، راح نتكلم اليوم عن كوكب اليابان. هذا البلد مليء بالغرائب، يخليك تشعر وأنك في عالم متغير، في عالم ثاني. في هذا الفيديو راح نتكلم عن أغرب 7 حقائق عن كوكب اليابان. خليك معايا للنهاية، لأن الرقم 6 أو 7 بيخليك تنصدم، بيخليك ما تتوقع. لايك واشتراك وخش لي على الفيديو. خلونا نبدأ في الحقيقة الأولى. الحقيقة الأولى: الموظفون ينامون في العمل، وهذا الشيء عندهم عادي. في اليابان لما الموظف ينام في مكتبه أو مكان شغله ما يعتبرونه كسلان، بالعكس يعتبروه أنه هذا دليل على أنه مجتهد، على أنه مثابر، على أنه مجتهد ومثابر من كثرة العمل. يسمونه إيمونوري، وهذه عادة مشهورة وتلقاها عند المدراء وكبار السن أو في الاجتماعات عشان ما حد يزعجهم. الحقيقة الثانية: اليابانيون يأكلون الكعك في الكريسماس مع كنتاكي بدل الديك الرومي أو الأكلات التقليدية. اليابان عندهم عادة غريبة، يأكلوا كنتاكي في عيد الكريسماس. إيش السبب؟ السبب حملة إعلانية من مطاعم KFC في السبعينات، انتشرت وصارت عادة وطنية. إلى الآن الناس يحجزوا الوجبة من قبل أسابيع، وحتى الطلبات تنفذ. خلونا نروح للحقيقة الثالثة. الحقيقة الثالثة: القطارات دقيقة بطريقة عجيبة. في اليابان لو القطار تأخر لمدة 2 فقط الموظف يعتذر للركاب، ولو تأخر دقيقة أو دقيقتين تصدر الشركة بنفسه تصدر شهادة اعتذار رسمية للموظف أو للطلاب لكي يقدموها لأماكن عملهم أو دراساتهم. الدقة عندهم مش لعب بل أسلوب حياة. خلونا نروح للحقيقة الرابعة. الحقيقة الرابعة: في اليابان عدد الحيوانات الأليفة أكثر من عدد الأطفال. إيش السبب؟ بسبب قلة الولادات وزيادة العزلة. كثير من اليابانيين يفضلوا تربية كلب الله يكرمكم أو قطط بدل من إنجاب طفل. الإحصائيات تقول أن عدد الحيوانات الأليفة أكثر من عدد الأطفال في اليابان، شيء فعلا غريب. الحقيقة الخامسة: في آلات البيع الخدمة الذاتية لكل شيء. في اليابان بتشوف آلات البيع منتشرة في كل مكان، يعني في الشارع الواحد بتشوف 6 أو 7 آلات تبيع ماء، عصيرات، حلويات وشيبسات، آيس كريم. لأن في اليابان يوجد تقريبا 5 مليون آلة، بسبب أن الحرارة في الصيف توصل 40 والرطوبة جدا عالية، والناس يعتمدون على المشي بشكل كبير، فأحد الحلول هي هذه الآلة. الحقيقة السادسة، وهذه الحقيقة الأهم والأغرب: في كثير من المطاعم في اليابان تقدم لك الطعام بواسطة ريبوت. في كل مكان لما تروح مطعم يجي شخص يقدم لك الأكل، بس هناك لا، في كثير من المطاعم يقدم لك بواسطة ريبوت. بعض المطاعم عندها ريبوتات تستقبل الطعام وتجيب لك الأكل، وحتى بعضهم يجي يتفاعل معك ويرقص معك عشان يتفاعل مع الزبون، يعني كأنك في فيلم خيالي. الحقيقة السابعة وهي برضو أهم وأغرب: في اليابان
تدفع فلوس عشان أحد يزعلك أو عشان أحد يحزنك، تدفع أنت فلوس عشان أحد يزعلك. في شركات تأجر أشخاص للبكاء معك، مثل ممثلين يجوا يعرضوا لك فيديو حزين ويبكوا معك عشان تفرغ مشاعرك. أو في ناس تدفع لهم فلوس عشان يعتذروا لك نيابة عن أحد. يعني صراحة اليابان كوكب ثاني. وفي النهاية هذه كانت أغرب 7 حقائق عن كوكب اليابان، الدولة التي كل شيء فيها مختلف. واكتب لي تحت أي واحدة أعجبتك أو صدمتك أكثر. ولو تبغاني أنزل جزء ثاني عن اليابان أو عن بلد غريب أكثر، اكتب لي تحت في التعليقات. ولا تنسى تدعمني بلايك واشتراك عشان نوصل 10,000 مشترك بأسرع وقت، ما باقي إلا القليل ونوصل 10,000 مشترك بفضل الله ثم بفضلكم. ونراكم في فيديو جديد وأفضل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.